انا احب اقول لك ماما بيداء، انت قريبه عنا كلش. عيوني اتشرف. في البدايه شنو هالاناقه؟ تسلم لي من ذوقك. طلعت عن اللوك اللي احنا معتادين عليه. والله حلو يعني. ليش اختارتي هذا اللون؟ هذا اللون انا كلش احبه، يعني احس مريح الي كحاله نفسيه يعني والعيني، فاحب هذا اللون. ما شاء الله. حطمتي نجاح كبير في رمضان، ما حد يقدر يقول لا. تسلم. بس قولي لي العمل الاقوى اللي شاركتي به برايك انت. والله شوف، هي كل الأعمال اللي اشتركت بها الحمد لله كانت قوية. مثلا ككوميديا العفو قط أحمر، عسل مسموم، انفصال كانت شخصيتي بها مركبة، من الفقيرة إلى أغنى الأغنياء. أي يعني عندي ضيفة شرف مسلسل روح، يعني فالحمد لله نوعت. حاولت اني انوع بين الكوميديا وبين التراجيديا. هذه كثرة الأعمال اللي صارت وإعادة الحياة إلى الأعمال الدرامية، أعتقد كنا لامسناها من خلال مشاعر الفنانين. فرحانين كلش طبعا فرحانين، لأنه ما شاء الله الدراما العراقية بدت تظهر بالوطن العربي، بدت يعني تنشاف. اكو هواية اتصلوا بي، يعني من تونس اتصلوا، من الخليج، انه يهنئونا على الأعمال اللي ظهرت. برأيك شو شفتي نجاح عالم الست وهيبة وأنت بطلة هذا العمل؟ أنا اسكت، أنا كلش مقهورة لأن ما أبي، أنا كلش مقهورة لأن هذا العمل أنا يعني لي فشي كبير، يعني من خلاله انعرفت وظهرت للشاشة من خلال هذا العمل، ولحد الآن الناس تتذكرني. لا ست وهيبة لو ايش قد تقدمين من أعمال؟ عالم ست وهيبة أميرة. أكيد. كلمة حب تقوليها شخص بالعائلة وتقوليها شخص مجهول، أنت يعني أنا بالنسبة لي أحب أقول الزوجي انه احبك. ايش قد تحبيه؟ وايد يعني ايش قد من 100؟ من 100 95. مو زين. الخمسه المن؟ الخمسه الاولادي. الاولاد وظالمتهم؟ مو بس هو العكس صحيح. والمجهول منو؟ المجهول اللي بقلبي انطيه 100 من 100. ما نقدر نعرفه ابد؟ الله يرحمها الفنانه ميلاد سري. حبيبتي، يعني أنا أحبها وصديقتي وأختي. الله مكانها خالي بالفعل. مو صح؟ أي ميلاد يعني ذكرتينا. أنت كنت معاها باللحظات الأخيرة؟ طبعا أنا كلها وياها أنا، بس الحمد لله والشكر. شو آخر وصية أعطتك؟ اليوم نستذكرها بهذا الحفل. يعني آخر شيء قالت لي إنه أنا ما إلي بالدنيا غيرك أنت وأختي، عندها أخت. هذا تزوريها اليوم؟ بصراحة ما أقدر أوصل قبرها. صعبة؟ ما أقدر، ما تقدرين ما أتمرض. أنت ما أقدر. صعبة تخلين زوجتك العفو أختك المقربة وصديقتك متوفية. هي أختي هي، فما أقدر. الله يرحمها. شكرا جزيلا. شكرا لك حمودي. إن شاء الله. عيوني.